نشاط تبليغي لحوزة المحقق الكركي في مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة الأربعين الحسينية. قام موكب الاستفتاءات الشرعية التابع لحوزة المحقق الكركي قدس سره العلمية التابعة للمرجعية في مدينة كربلاء المقدسة، قام بتنفيذ نشاطاته التبليغية بمناسبة الأربعين الحسينية لسنة 1446 للهجرة في هذه المدينة المقدسة. وبدأت أنشطة الحوزة من يوم 15 من شهر صفر النحزان في كربلاء المقدسة، حيث قام المتخصصون الدينيون في الموكب بالإجابة على الأسئلة الشرعية والعقائدية للزوار الكرام. ويأتي هذا النشاط الثقافي استجابة لتوصيات المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، التي تشدد على الاستفادة من فرصة الزيارة الأربعينية الحسينية المليونية لتعزيز المعرفة الدينية والعقائدية للمؤمنين. وكذلك تضمن نشاط الحوزة استقبال الشخصيات الدينية والعلمية والإجابة على الأسئلة الشرعية والعقائدية وتوزيع المنتجات الثقافية، بما في ذلك كتب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.